نور الدين مليكيشي عالم أمريكي من أصل جزائري يقف على رأس فريق كبير من العلماء ساهموا في وصول المركبة الأمريكية كيوريوسيتي لسطح المريخ. العالم الأمريكي من أصل عربي يعمل حاليا مع مساعديه على تحليل ما يصل من سطح المريخ من صور وإشارات بغرض التوصل إلى تأكيد علمي على وجود حياة سابقة فوق سطح المريخ وتأكيد إمكانية إيجاد حياة مستقبلية هناك. التقرير التالي الخاص بالحرة يستعرض مسار الدكتور ميكيليكش العلمي في أمريكا منذ مغادرة وطنه الأم الجزائر قبل 3 عقود. عند محطة المركبة الفضائية كيوريوسيتي على سطح المريخ، كان هذا الرجل في هذا البيت في هذه الضاحية من ولاية دلاوير يفتح خط هاتفه للاتصال بوالدته في ضواحي العاصمة الجزائرية لسماع تبريكاتها. كنت فرحان بزاف لأنه كانوا مشاكل كبار باش تنحط بكل كما انحطت. تلك اللحظة التي حققت حلما إنسانيا تاريخيا شكلت قمة أحلام نور الدين مليكيشي خريج الجامعة الجزائرية قبل 30 عاما، قبل أن يستقر في الولايات المتحدة ويختارها محطة لطموحاته العلمية والشخصية. تكلمت مع زوجتي، تكلمت مع بنتي ووليدي، وتكلمت مع العائلة تاعي في الجزائر، فتكلمت معهم وتكلمت بالطبع مع اللي يخدموا معايا، كل يعني اللي يخدموا معايا. في هذا المخبر يعمل نور الدين وفريق من المساعدين على مدار الساعة لرصد كل ما ترسله كيوريوسيتي من المريخ من إشارات وصور، وفي هذه الغرفة الصغيرة يتم تحليل الصور التي تصل من هناك قبل أن تحول إلى المقر المركزي لوكالة الفضاء الأمريكية. ما نقوم به هو قراءة الإشارات التي تصلنا من المركبة من فوق المريخ ونحولها إلى صور أخرى قبل أن تتم قراءتها وتحليلها. قصة نور الدين وراءها رحلة طويلة من التضحيات، لكن نور الدين يقول إن الفضل في كل ما وصل إليه يعود إلى ما وجده من رعاية في أمريكا. الدكتور ميكيليشي رجل عظيم، إنه محفز لنا بطبيعته ويحب ما يقوم به إلى درجة لا توصف. في دلاوير حيث اختار نور الدين الحياة مع عائلته وحيث يرأس قسم الأبحاث العلمية بجامعاتها، عينه حاكم الولاية سفيرا رمزيا لدى كوكب المريخ، ووضعوا لوحة على سيارته تقول إن سيارتي الثانية تتحرك فوق سطح المريخ. في خضم كل ذلك لا يزال نور الدين هو ذلك الرجل الذي يصر على أن يظل ابن بلده الذي يفلح الأرض في ساعات فراغه ويهدي أمه حبات التين عندما تأتي لزيارته من الجزائر. عندما سألت نور الدين ماذا أضافت لك الحياة في أمريكا، قال: جرأة الحلم، يقين الهدف، سماحة الإنسان، وقدسية المعرفة العلمية. وعندما سألته هل تم تسقف لطموحك فوق هذه الأرض، قال: كل الذي تحقق لا يعد سوى أن يكون بعض الطموح، أما كل الطموح فهو مؤجل وإلى وقت آخر. وعندما سألت لماذا، قال: لا سقف للأحلام تحت سماء أمريكا. رابح فلالي، الحرة، دلاوير. والله فيفا الجري فعلا. أخبار الرياضة طارق علي. شكرا لك واهلا بك منى واهلا بكل المشاهدين.